Audio Jungle. Audio Jungle. أعزائي المشاهدين ومتابعينا في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد اليوم وبنزول عدسة برنامجنا للحكاية بداية مع ياسر أبو شقرة لتغطية هذا الحدث ومن قلب هذا الحدث وتحديدا من قاعة المؤتمرات بالجزيرة وفعالية جديدة من فعاليات المؤتمر الطبي التجميلي اللاجراحي والتغذية العلاجية تحت رئاسة الدكتور محمد علام رئيسا للمؤتمر والدكتورة ليلى ندى الأمين العام. ابقوا معنا مع أحلى وأجمل اللقاءات. معكم ياسر أبو شقرة. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل فعاليه المؤتمر الطبي التجميلي اللاجراحي والتغذيه العلاجيه، وسعدنا وشرفنا ان نلتقي اليوم ب طبعا الفنانه الجميله رانيا رمضان. بنرحب بيكي، اهلا وسهلا بحضرتك. منوره الدنيا النهارده في المؤتمر. بنورك اكيد. يعني ايه اللي لفت انتباهك النهارده في اثناء الفعاليه؟ واحكي لنا كمان عن التغذيه العلاجيه. هي اكتر حاجه لفتت انتباهي في المؤتمر ان هم كانوا ازاي مثلا تحافظ على وزنك. يعني مثلا بيقول لك ليه طيب كل واحده مثلا قبل ما بتتجوز بتبقى مثلا 55، بعد ما بتتجوز بتلاقيها مثلا 85. شويلي مره واحده كده لسه بتتخلف وبتاع. تيجي تسالها تقول لك اصلا انا ما باكلش. قصدك تقولي المحشي والكلام ده بيعمل وكده. لا هم بيلموا الظاهر ان هم بعد الجواز بيلموا صواني الاكل، يعني مش عارفه في ايه. وبعدين تلاقي بقى شكلها صغير قوي بيبي فيس وتلاقي تخينه مره واحده. كان زمان الواحد بيقعد فتره شويه على ما يقدر. حصل انا مثلا كصحابي مثلا قبل الجواز بشوفهم مثلا هي كانت في جسمي، بعد الجواز لقيتها اللي هي بقت طنط. غيرت خالص ما عرفتهاش. ليه تبقى طنط مثلا؟ يعني ليه مثلا تبوظ انتوا بقت طنط. ليه تبوظ جسمها؟ يعني لدرجه انا مش بفكر اتجوز خلاص. ليه كده؟ ده انت زي القمر. لا لا انا مش يعني ضد الجواز اصلا. احكي لنا بقى عن مجالك بقى. انا اساسي فنانه تشكيليه. بحب الفن التشكيلي جدا. مثلا رسم بورتريات، نحت. بحب التحدي، بحب. ايوه، بمناسبه بقى التحدي انا سمعت حاجه كده. الاستاذ باسم اللي خلف كويس قال لي انت بترسمي بالارجل رجلك. هل فعلا الابداع ده قصه؟ تحكي لنا القصه بدات معاك ازاي وامتى وفين، وايه اللي خلاكي تتحدي نفسك كده وتعملي زي بتوع الاعاقه اللي هم اللي مش قادرين يمسكوا الحاجه بايديهم او حاجه زي كده فبيستخدموا رجليهم. لكن ايه التحدي اللي وصل لك ده؟ هو انا كمان مش بس رسمت مثلا برجلي، انا مثلا حطيت القلم كمان في بقي ورسمت اخويا كمان بالقلم وانا حاطه القلم في بقي. والله اه والله. بقك ورجليكي ما سبتيش حاجه في جسمك. لا احكي لنا بقى القصه بدات امتى وازاي وفين وازاي. اكيد طبعا هحكي لك. هو البدايه خالص ان انا كنت لسه بادئه في الرسم. طبعا انا ما خدتش كورسات. فاللي هو بدرب نفسي. فلقيت لك حد كان صاحب والدي وكده، فاللي هو بقى ايه حاطط نقره من نقري. يعني بيقول لك يعني هي مهما هتعمل هتوصل لايه؟ ده في بيرسموا برجليهم، في بيرسموا بهم حاطين القلم في بقهم. رحت انا قلت له طب انا هشتغل لك في الازرق بقى. حديتي يعني جت كده يا خبر. واشتغلت له في الازرق فعلا. جبت القلم الازرق واشتغلت بيه. طب بمناسبه بقك دي ازاي؟ دي غريبه قوي، اول مره شفت. ممكن انا شفت الحاجات الارجل لكن البق دي بالذات دي جديده. لا هي موجوده برضو على الفيسبوك وانا منزله فيديو برضو شفتي حالات على الفيسبوك عملت كده ببق وانت جربتيها وقلدتيها؟ لا هو انا ما شفتش الفيديوهات، هو انا عملت على اللي هو قاله وقعدت بقى اتدرب، يعني دربت نفسي. جربتي بقى بقك ازاي وترسمي ازاي بقك؟ هو مجرد انا ما بحط القلم هنا فبيبقى ماسك يعني بمسكه بشفايفي. فبرسم يعني اللي هو كمثلا حاطه الصوره مثلا بس اللي هو برسم. مثلا فك اسنانك بتقفلي على القلم ولا في عضلات مثلا بتتحكمي فيها؟ اسناني مثلا او بالشفايف بس فقط على حسب القلم. ترسمي حلو؟ اه عامله شغل حلو؟ نعم. هتابعك على الفيسبوك.
طيب احنا عرفنا بالنسبه الله يخليك، بالنسبه ان انت فنانه جميله كده، طب بالنسبه بقى برضه انا عارف ان انت بتسعي جامد جدا، حابه موضوع التمثيل والفن وتظهري على الشاشات الفضائيه مع الاكبر النجوم اللي طبعا في مصر والوطن العربي. احكي لنا على القصه دي كمان، النقله الثانيه بقى. لا، هي دي مفاجاه. هي دي مفاجاه. عمل قصد الجديد في مفاجاه. اه، هي دي مفاجاه دي يعني. بقى ازاي؟ احكي للساده المشاهدين. ورش مسرح طبعا. خدتي ورشه؟ نعم. بس هي سيبها لهم مفاجاه يعني، مش عايزين نحرقها. مش هنقول اسم الحاجه، بس يعني يعني حتى لو قلنا الاسم او الاسم معروف، بس مش هنقول مثلا مثلا يعني مثلا اسم المسرحيه، مثلا لو فيها عندك عمل مسرحي او عمل تلفزيوني درامي او فيلم. طيب انا شكلك كده، انا بصراحه انا لما شفت افتكرتك اعلاميه، واكيد في ناس كتير قالت لك الكلام ده. لا، هم كتير. هم كتير يعني، ما قلت برضه في ناس كتير اكتر من كتير. لا وقالوا لك ايه كمان؟ قولي احكي لنا بقى. لا، هو انا مجرد بيتبصلي يعني كل اللي بيشوفني مثلا يفضل يجيبني، يعني يبصلي بصه كده، يعني مثلا ايه، كاعلانيه منك. ما اعرفش في ايه بالظبط. ستايل الماشيه بتاع. ايوه، يعني مثلا كمودن اتعرض عليا، مثلا موديلز تليق جدا، موديل. كملكات جمال مثلا اتعرض عليا. بس انا مش بقبل باي حاجه، يعني مثلا عارفه انا مثلا انا عايزه ايه بالظبط. يعني مثلا حتى مثلا في موضوع الورش، انا مثلا في اعمال مثلا بتتعرض انا برفضها. يعني مثلا انا يوم ما هظهر في حاجه انا عارفه انا عايزه اظهر في ايه. انا عارف برضه هتظهري في ايه. ما تقولي للساده المشاهدين العمل اللي جاي عادي، إيه المشكله؟ ما هو معروف. لا ان شاء لا. الله ربنا يعني يوفقك يعني. اتمنى لك كل الخير واتمنى لك السعاده وكل التوفيق، وتحياتي ليكي والف مبروك على تكريمك النهارده في المؤتمر، وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء، دايما لقاءات اخرى دايما مع بعض. شكرا ليكي. لان والله بحضرتك.